التوانسه الكل تفرجوا في فيديو الموظف بتاع البلديه اللي تقول في الكلام الزايد. الاورديناتور مسكر، اذا هي ماهيش قادره تكمل وانا ما مستانسين هما ينكروا وارجع غدوه ويكشوا ومنطق عادم وربي عالم بينا نحن المواطنين قاعدين نعانوا من الاداره، مش مستانسين يطردوا ويتوقفوا على الخدمه خاطر عندهم اكتاف واحزاب مدخلتهم يخدموا. وكل زم يعيطوا لك الحاكم لو تتكلم معاه يعيطوا لك الحاكم قبل وتتعلق قضيه الاعتداء على موظف اثناء القيام بمهامه. محليها الكلمه اللي قلتها بلوس. مدام ماهيش. وبعد هذا خرجت لنا وقالت هل انتم سمعتوا اللي ثم الذكاء الاصطناعي؟ هي قالت لي لما ننتقم منك، انا عن نفسي انا ما نقولش كلام خايب، هذاك هي غيرت لي الصوت، انا ما عرفتش طفله ما عنديش ريزو في البلديه تحكي على الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي قبيح، وصل له تنزل نحكي بالكلام الزايد. والله يا ربي يهديكم. بون يا مدام ما ينجمش يكون الذكاء الاصطناعي راهو للدرجه هذيك، فيديو ظاهر واضح صحيح. الذكاء الاصطناعي باش تاخذ البصمه الصوتيه نتاعك راهو يلزم الاي اي ياخذ برشا وقت باش يسجل لك الصوت نتاعك باش ياخذ منه البصمه الصوتيه، والفيديو واضح صريح، ما كانش لازم كاليتي عالميه باش يخرج لك فيديو نظيف بالكاليتي هذيك وبالجيست كوربوريل هكاك. بون ان شاء الله منها خير، ان شاء الله تلقى ثنيه اخرى ما خير، ان شاء الله ربي يسهل لك في ما خير. غلطه تصير، راهو مواطن وعبد، راهو خلق الانسان ضعيفا كما قال ربي في القران، تنجم تغلط عادي، راهو مالها بنادم. راهو ما تنساوش استانسوا بالنطره والكشه على المواطنين، واذا تتكلم على حقك يطلبوا لك الحاكم وتولي اعتداء على الموظف اثناء القيام بمهامه. ف راهو تراكمات هذيك، وسين الله معناها المواطن قاعد يتعذب مع البلديه ولا القباضه وما عندوش حتى حل. اليوم ولاو يتحاسبوا، فنصيحة لكل موظف وانت مش تخدم تذكر المواطنين عندهم تليفونات، وتوا ثم قانون في البلاد واللي يغلط يتحاسب، وتلقى روحك وحدك في الاخر وتشكي وتبكي ما اسمك حتى حد، والبقرة كتيح في تونس تكثر سكاكنا. عو